المخرقة ولا الشباكية، هشيشة مرملة ومعلقة. احتاجيت كيلو ديال الطحين اللي غادي نزيد عليه كاس ديال الزنجلان مطحون وكاس ديال اللوز مطحون. غادي نزيد مسكه الحره والملحه، ساشي ديال خميره الحلوى بوزن 8 غرام، ملعقه كبيره ديال القرفه، ملعقه كبيره ديال حبه الحلاوه، وملعقه كبيره ديال النافع. وهادشي هذا كله سبق لي وغربلته من قبل. كنخلط لي قامه مع الطحين ونزيد ليدام. عندي ليدام كاس ديال الزويته بلديه وكاس ديال الزبده مذوبه بداس اصل حيواني، والكاس ماشي عامر حتى نفوق ناقي شويوش. كنضيف ليدام على الطحين ونلبس الطحين بالليدام حتى كيولي لنا مرمل. غادي نزيد واحد الكميه قليله ديال خميره الخبز غير قريصه، وربع كاس ديال الخل، وغادي نطرب واحد البيضه كامله ونزيدها. وجمعت بالمزهر، عندي هاد الكاس المزهر خلطت معاه الخرقوم كيلكم تعوضوه بزعفران شعره، وكملت بنص كاس ديال المزهر. نجمعها ونحصلو على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه. دلكتها ومن بعد قسمتها وجمعتها في البلاستيكه، ضروري نغطوها بالميكا باش ما تنشفش. وكنرجع نورقها كلها بهذه الطريقه هذه. كناخذ اول وحده اللي طلقتها كنقسمها ونطلقها، من بعد ما كنطلقها قطعت 6 ديال الاشرطه، كل 2 اشرطه كنحطوهم على بعضياتهم، واخر شريط كنلصقوه مزيان وكنقلبوا الشباكيه، كنفتحوها من الوسط وكنقصوها من الجناب. من بعد ما غادي نساليها كلها غادي نخليها حتى كنشف. عاد غادي نسخن الزيت، ملي كيسخن الزيت كنستفوا الشباكيه وكنقصوا النار ونخليوها تحمر على خاطرها. بعد ما كتحمر كنطفيوها في العسل، نزينوها بالزنجان المحمر وكتجي من اروع ما يكون. هشيشه معلكه وفتيه كتذوب ذوبان في